مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اتمنى تكونون بصحة وخير وعافية. طبعا انا اعرف صار لي هواي مختفي عنكم، وصار هواي انتم ما تعرفون اخباري. اكيد صارت بالفترة الاخيرة هواي امور واخبار ممكن تكون حزينة وممكن تكون ضوجتكم. انتم ما تعرفون اغلب الامور اللي صارت، فمن حقكم علي كونكم متابعيني وعائلتي الثانية تعرفون بكل شيء. اي خبر حلو اني اجيت وسولفت لكم بيه ودخلتكم لهذا الجانب من حياتي، لازم انتو تعرفون بأي شي ثاني يصير واي تغيرات تصير بحياتي واي خبر انتو لازم تكونون اول الناس عارفين، بغض النظر عن ان كان الخبر حلو او كان الخبر محزن. طبعا اني قبل لا اصور الفيديو هواي فكرت، قلت خلاص اني نشرت بالانستغرام ويعني هم يدرون بكل السالفة، بس قلت اكو هواية متابعيني باليوتيوب يجوز ما عندهم انستغرام ويجوز ما عرفوا، فلازم اني من حقكم علي انه اني اطلع واحكي لكم. طبعا بالبداية احب تعذروني على جودة التصوير وجودة الصوت وكل شي، بس صورته واني مستعجلة حتى شكلي مبهذل وكل شي، لانه بصراحة ما لي خلق اقوم اعدل نفسي وهاي، فقلت راح اكون كلش قريبة منكم واسولف لكم. طبعا من تقريبا 5 اشهر اني او 4 اشهر اني فتحت كاميرا التصوير وكنت كلش فرحانة، واجيت وسولفت لكم وقلت لكم اني حامل وكلكم فرحتوا، واني ومنصور فرحتنا كانت ما ساعدتنا كلش. الحمد لله والشكر. انتو كنتوا جزء لا يتجزأ من حياتنا ومن يومنا ومن كل شي، بالعكس احنا يعني احنا بدونكم نكون ناقصين اكيد، فلازم اني احكي لكم كل شي دا يمر. بالفترة الأخيرة أنتوا سمعتوا أو عرفتوا أنه أني أجهضت. الحمد لله والشكر على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، وأني راضية بقضاء الله وقدره. أنا ما حكيت أسباب الإجهاض لأي أحد لحد الآن، ما حد يعرف شنو سبب الإجهاض اللي صار وليش صار عندي إجهاض، فقررت خلاص أفتح كاميرا التليفون وأحكي لكم كل شي صار وياي. أول شي أريد أقولكم شغلة، أني قبل ما أسافر من تركيا وقبل لا أطلع حدود تركيا وأني حامل، رحت للدكتورة قلت لها دكتورة أني كذا وكذا وكذا، أريد أروح أسافر للعراق، وأني سفرتي للعراق كانت على مود أني أروح أطلع أوراق، لأنه أني ومنصور تزوجنا بتركيا، فبعدنا بالجناسي أني باكر وهو أعزب، فلازم نغير الجناسي على مود إذا أجى الطفل، تعرفون أمور الجواز وما جواز وجنسية، فلازم تكون متغيرة جناسينا ويعني نصير متزوج ومتزوجة هيجي. فسفرتنا كانت للعراق، هذا هدفها وسببها الرئيسي، فهمتوا علي شلون؟ يعني احنا سافرنا على مود الطفل، فكانت سفرتنا اضطرارية، لأن أنا إذا أولد الطفل وأني ما مكملة ما راح أقدر أطلع له أي أوراق. فسافرنا. قبل لا نسافر رحت للدكتورة قلت لها دكتورة أنا راح أسافر المحافظة وانتقل من محافظة لمحافظة، وراح يكون أغلب سفري بالسيارة، فأريدش تفحصيني من كل النواحي، إذا كان أكو سبب يمنع سفري فقولي لي حتى ألغي السفر كله، أو إذا كان أكو شي ممكن يسبب خطر على ابني فأنتي قولي لي حتى ألغي السفر كله. قالت ماشي، فحصتني من كل شي، سوت لي تحليل دم، سوت لي سونار، سوت لي فحوصات كاملة، حتى الفحص مال الطفل إذا كان يعني عنده متلازمة داون أو هاي تشوهات سوت لي، طلع الطفل سليم من كل شي. قالت لي تقدرين تسافرين وما عليك أي خطر، تقدرين تصعدين طيارة، تصعدين سيارة، تسافرين شو ما تسوين ما عليك أي خطر. فأني على أساس كلام الدكتورة وكلامها كان فعلا صحيح، أني كنت تحاليلي كلها سليمة والحمد لله والشكر على أساس كلام الدكتورة أني سافرنا. رحت كان كل شي طبيعي. طبعا أنا من سافرت كنت أنا مكملة داخلة بالشهر الثالث تقريبا، أو لا العفو، حدخل بالشهر الرابع تقريبا من سفري. سافرت ورحت وإجيت، وصدقوني سبب الإجهاض ما، فاللي أريدكم تعرفوه إنه سبب الإجهاض كان بعيد كل البعد عن سفري، وهاي دا أقولكم صار وياي سبب طبي يعني أو مرض، يعني شي خاص ما له علاقة بالإجهاض والتعب والسفر وهاي. طبعا أنا إذا كنت أريد أحكي سبب الإجهاض فراح أحكي سبب واحد، أنا كنت مخيرة ولست مسيرة أنه أنا أحكي السبب، بس راح أحكي السبب
على مود غيري لا يوقع بنفس مو مشكلة ولا غلط، هو ما كان غلط، هو كان قضاء وقدر، بس حتى غيري ينتبه. أول شي أنا كان كل شي عندي سليم مثل ما قلت لكم. أنا فجأة حتى بطلعاتي بسفراتي أنا كلش كنت حذرة كلش، يعني ما كنت أمشي سريع ولا كنت أصعد درج ولا كنت، حتى من نسافر بالسيارة تخيلوا السائق حتى ما يعبر على طريق السريع ما يعبر 100 بسرعته، على مود أنا كنت خايفة. بس قلت لكم قضاء وقدر وكل شيء كان مقسوم ورب العالمين كاتبه، والحمد لله والشكر. أني قلت لكم ولا قلت ليش ولا ندبت حظي، ولا قلت الحمد لله والشكر، كل شيء الله قاسمة أني راضية بيه. وأكيد طبعا أنا عرفت إنه أني كان بيه بنية، أنا ما كنت أدري. قلت هسه بنتي بمكان أأمن وأحسن من حضني بهواية، وما أقول الله يرحمها لأن هي ما طلعت ولا شافت أي شيء ولا اقترفت أي شيء سيء بحياتها، بالعكس هسه هي طير بالجنة. المهم نجي للسبب. السبب إنه أني الطفل كبر، وأني كان الرحم عندي مو كفو للطفل، فصار توسع بعنق الرحم والطفل وقع. هنا كان المفروض يبين من البداية التوسع، فما بين بالسونارات لا بتركيا ولا بالعراق، لأن أنا فحصت بتركيا وفحصت بالعراق. تعرفون المرأة المفروض إذا عندها توسع المفروض تسوي ربط. أكيد البنات اللي يشاهدون يعرفون عن شنو أقصد. تسوي ربط، بس هذا الربط لازم حده من الأسبوع 11 للأسبوع 13 من الحمل تقدر تسويه. واني لما صار عندي الاجهاض صار عندي التوسع، صار واني بالاسبوع 20 داخله على الاسبوع 21، فما يقدرون يسووا لي ربط، اذا سووا لي حيموت الجنين. يعني بكل الاحوال اني قالوا لي عندك اجهاض، تعالي دخلي انتظري بس الجنين يوقع. الحمد لله والشكر على كل حال، والحمد لله والشكر على كل شي صار. حاولت، اخذت مثبتات، اخذت كل شي، قلت لهم سووا لي عملية الربط على مسؤوليتي ما قبله، وقالوا لي ان كيس الحمل خلاص نزل، وبكل الاحوال الجنين انه راح ينتظره يموت. فاني بيومها صار الاجهاض بالمستشفى، يعني انا نمت يوم بالمستشفى ورا يوم صار الاجهاض. وطلعت بنتي عايشة، طبعا طلعت عمر 5 أشهر يعني حمل، فطلعت عايشة خلوها بالخدج. طبعا صار عندي أمل إنه ممكن تعيش وممكن هيجي، بس الله ما قدر. ظلت 4 ساعات بالخدج ووقف قلبها وماتت. أخذناها ودفناها، وموجودة حاليا هي هنا بأربيل مدفونة، والحمد لله والشكر على كل حال. أنا وصيت لكل البنات إنه أي بنية حامل المفروض كل أسبوع أو كل 10 أيام أنتي تروحين للطبيب تسوين سونار، تعرفين شنو عندك مشاكل. إذا تستحقين ربط سوي ربط، لأنه ما يعني العدوي ما أتمنى هذا الشعور، وهاي أكبر خسارة ممكن أنتوا تتعرضون إليها. يعني أنتوا ما خاسرين شيء عادي بحياتكم، ما خاسرين فلوس، لا خاسرين منصب، لا خاسرين فد مكانة معينة، أنتوا خاسرين طفل كنتوا تنتظروه حاملين ببطنكم ومتأملين إنه يجيب بخير وصحة وسلامة. أنا الحمد لله بديت أقتنع واستوعب إنه رب العالمين ما كان قاسمه إلي، وأي شيء قاسمه رب العالمين أنا راضية بيه. مدام الله راضي بالشي صار أنا أكيد راضية، وإن شاء الله الله يعوضني. وأكيد أنا بنتي راح تبقى بقلبي وما راح أنساها، وراح تبقى بنتي الأولى، وأكيد هي طير من طيور الجنة. فهذا كان سبب الإجهاض، ما له علاقة لا بطلعة لا بطبة لا بروحة، بالعكس أكو تعرفون ناس نسوان ما يردون أطفالهم يسوون المستحيل، تصعد درج تنزل تشيل قنينة ما أعرف شو تسوي، تشيل وزن حتى بس يوقع الطفل، والطفل ما يوقع ويجيب خير وصحة وسلامة. وأكو تبقى خايفة على طفلها تلقوها ممددة النهار كله وما تتحرك ولا تسوي أي ولا تبذل أي مجهود، وتلقون بدون سبب الطفل يوقع ويروح. دائما الحمل الأول يكون معرض للإجهاض ويكون مو ثابت، وأكيد إحنا نتعلم من الشغلات اللي تصير ويانا بالحمل الأول. أنا نصيحتي لكل بنية ما يخالف حتى لو كان سببي مو الإجهاض، أنتي هم كوني حذرة ولا تتحركين هواية، وهمينا بنفس الوقت روحي للطبيب كل 10 أيام، شوفي شنو المشاكل اللي عندك حتى تعالجيها. وبس هي هاي كانت سبب الإجهاض، والحمد لله والشكر قدر الله ما شاء فعل. أتمنى أنكم تدعوا لي الله يعوضني ويرزقني.
الفيديو اللي تصوره من زمان أنا ومنصور بصراحة ما كان عندنا خلق وما كنا نعرف شلون راح نقولكم بالموضوع. أكيد انتو أغلبكم هسه يعرفون. فمنصور ما كان يقبل يطلع يقول أنا ما أقدر أصور هالفيديو، رغم إنه منصور بهالفترة كلها كان هو اللي ساندني، وهو اللي مقويني، وهو اللي موقفني على حالي. كان يعني تعرفون أنا بالنهاية أنا هذا الطفل أنا اللي شلته ببطني، وأنا اللي حسيت بتحركاته، وأنا كل شي. فأكيد الجزء الأكبر من القهر والتعب راح يطيح علي أنا. فمنصور بهالوقت كلش ساعدني، وكلش كان قوي، وقدر يحتويني ويطلعني من القوقعة الحزن اللي أنا بيها. الحمد لله وشكر على كل حال، وأنا راضية بقضاء الله وقدره. فأكيد هسه راح أصيح منصور يجي ممكن إذا بباله شي يقولكم إياه، لأن أكيد انتو لكم حق تعرفون كل شي. لو حبايبي شلونكم شخباركم؟ طبعا كلش مشتاقين لكم وآسفين على الانقطاع، بس تعرفون السبب اللي صار ويانا. الحمد لله على كل حال. تقبلنا الوضعية، وإن شاء الله ربنا يرزقنا بغيره. ايه شو تحب تقولهم؟ يعني شلون شكلكم؟ اقول لكم خليكم قويين، اي ظرف يصير وياكم ذكروا الله وخلوا الله بين عينكم. طبعا اي شيء اللي كاتبه الله النبي صالح، يعني اكيد لازم يعني مستحيل ياخذ شيء وما يعوضك به. اكيد طبعا. والله انا هذا الشيء اللي مصبرني، انه الله ما ياخذ شيء اذا ما يعوضك. لا الحمد لله على كل حال، راضين بكل شيء كاتبه الله. وورا هذا الفيديو راح ننزل لكم فيديوهات قديمه صورناهم، يعني من كانت زينب حامل. فيعني لا تستغربون اذا شفتوا زينب حامل بالفيديوهات، بس هاي الفيديوهات كلش قديمه. اول يعني ما قبل ما يعني اول ما وصلنا الاربيل طلعنا سفره وصورنا. فقلنا انا قلت انه لا خلاص انا صار عندي اجهاض بعد ما لازم يشوفوني حامل وهيك. بعدين قلت لا الفيديوهات حلوه وما لازم اني اقطع عليكم. لا بالعكس خليش قويه. الحمد لله انا قويه بوجود رب العالمين وبوجودك وياي وبوجود الناس الطيبه. اكيد هاي الفيديوهات اذا شفتوها نزلت ورا هاي الفيديو، فاعرفوا انه مصوريها قبل موضوع الاجهاض وبس. حبينا وبالنسبه اللي يقولون كله السبب منك والسبب مني، السبب لا مني ولا منها. يعني حبيت اوضح لكم هذا الشيء. السبب شوفوا احنا مو رب العالمين. رب العالمين هو اللي قدر، هو اللي خطط، وهو اللي كل شيء، واحنا راضين بقضاء وقدره، والحمد لله وشكر على كل حال. الحمد لله. وبس حبينا نقول لكم شنو صار ويانا باخر فتره وبس. من حقكم تعرفون. اكيد من حقكم، انتم مو ناس غربة، انتم جزء من حياتنا. يلا حبايبي لهنا وانتهى الفيديو. اتمنى تدعمونا، وان شاء الله راح ننزل لكم فيديوهات كلش هواي بعد، وما راح ننقطع عنكم. اتمنى تدعونا ان شاء الله. ادعوا لنا والله يرزقنا بطفل ان شاء الله. ديروا بالكم على نفسكم. باي باي.